وديما كيف العاده كنتقلوا من الحدث في وسط الندوات الصحفيه اللي كان فيها المدرب الاسباني اللي هزمناهم ب3-0 في ضربات الترجيح اللي كلشي يهضر عليها وكان من الاحلام ديال الشعب المغربي، ولكن درنا النيه وديناها. المدرب ديال اسبانيا قال ان الرقم 8 بهروا بالاداء ديالو، وحتى بزاف ديال المحللين كيشوفوا هذا الشاب ساكت وكيلعب بعقله اكثر من رجليه، بحال داك الوليد اللي كيكون ساكت في القسم ولكن هو الاول في الامتحان. هذا الوليد سميتو عز الدين أناحي، منتوج صنع في المغرب. قصه النجاح هذا الشاب بدات في المغرب وبالضبط في حي لاله مريم في الدار البيضاء في وسط عائله رياضيه. زاد في 19 ابريل 2000 والطول ديالو 1.82 متر، كيلعب في الوسط، الرقم ديالو 8، عنده جنسيه مغربيه فقط، وحاليا كيلعب في النادي انجيري في فرنسا. من نهار اللي قاس الكره في رجليه من كانت عنده 5 سنين في الدرب ديالهم، وهو مؤمن بالموهبه ديالو. ومع مرور السنوات من فريق لفريق، من نادي لنادي، من النوادي المغربيه، نادي الرجاء واكاديميه محمد السادس لكره القدم، كان كيثبت الحضور ديالو. واخا كان صغير في العمر ديالو، ديما أناحي هو الاول في المراوغات وكيتحكم في الكره بذكاء، والذكاء ديالو خلاه يمشي لفرنسا ويسجل الهدف الاول ديالو، وعاوتاني اثبت للفريق القدرات ديالو الفنيه الذكيه. كيقولوا المحللين الرياضيين ان عز الدين أناحي عنده اسلوب فني حديث، حيث كيتجنب الاحتكاك، حيث هو ضعيف كيحاول ما امكن ما يتحكش معاهم ويلعب بسرعه. وقالها بزاف ديال المرات للصحافه انه عنده ذكاء اللعبه وكيستمد الالهام الكروي ديالو من لاعب كره القدم السابق اندريس انستا. عز الدين أناحي ديما هو اللاعب الاساسي في بزاف ديال المباريات، وديما كيدخل عليهم بالحظ باش كيربحوا، حتى في الاخير شفناه في كاس العالم 2022.